أهلا وسهلا متابعاتي. اليوم الفيديو على طلبات بعض المتابعات من التعليقات، من ضمنها أخلي ثيل صناعي المنور المطبخ. حبيتها الصراحة وجربتها وخليتها لكم نهاية الفيديو، فتابعوا للأخير، وبقية الاقتراحات إن شاء الله أنزلها لكم بفيديوهات أخرى. هنا طبعا ورا تنظيف البيت والغداء قلت خلي أشارككم الفرشات اللي أخذتها. راح أفرش واحدة من عدهن وبعدها انتقل يعني للمنور وتشوفون وياي خطوة بخطوة. هاي كلش حبيتها بنات، أحب الفرشات السادة ما أحب المشجرة. هاي أخذتها ب20,000. بنات شو تفضلون انتو، الفرشات السادة لو مشجرة؟ أنا برأيي السادة تنطي فخامة للغرفة. كتبولي آراءكم بالتعليقات. أخذت هذا المفرش مال ميز الطعام، سعره 2000 دينار، وهو ميز طعام صغيروني، فهذا يعني كلش يناسبه. وأخذت هذا كفر للدوشق ويا 2 زوج وجوه مخاد وزوج كوشات سادة ومشجر ب9,000 دينار. هيجي يعني نوعيات كفرات ترهم على أي لحاف عندكم بتشجيره نفس اللون. فبنات نصيحة، هيجي أشياء يعني مفيدة. طبعا هنا أنا فرشتها وطفيت الإنارة مالت الغرفة وسديت البردات، وصارت الأجواء شتائية. وتحبون الشتاء لا الصيف بنات؟ كتبولي بالتعليقات. هنا قلت خلي أروح أفرش المفرش مال ميز الطعام وأدردش وياكم. وأني دا أفرش بنات الميز اتذكرت عبارة أجنبية كلش أحبها، وتدرون بي أنا أحب العبارات الأجنبية. والعبارة الأجنبية تقول do it for you، بمعنى افعل ذلك من أجل نفسك. وأني دا أفكر وأفرش المفرش مال ميز الطعام، قلت ليش ما أسوي كيكة وبعدين أنتقل للمنوار، وثبتت على رأي الحمد لله، وراح أسوي الكيكة بعد ما خلصت ميز الطعام. طبعا شوفوا شكلها صار كلش يعني حلو، وخليت له طبقة نايلون، طلعت الزين وخليته فوقه، والما يفيد يعني عفته من النايلون حتى ما يظل هم كل شوية يتوسخ لو شي، فهيك أحسن. وهنا سويت الكيكة واستوت. طبعا ما طلعت لكم الطريقة لأنه مستعجلة، وتعرفون التصوير والهاي ياخذ وقت، وأني إنه أريد بس أكمل شغل البيت حتى أروح للبنوار. شلون أعرف الكيكة استوت؟ أخلي يعني السكينة بداخلها أو شطل إذا ما التصق بيه يعني شي، معناته أوكي الداخل كله بيرفكت ومستوي. احكولي بنات شنو أكثر شي يعني تحبوه بالبيت تهتمون بيه؟ وأكيد كل البيت يعني هو مريود من عندنا الرتبة وكذا، بس أكثر مكان تحبوه بالبيت تعتنون بيه شنو هو؟ كتبولي بالتعليقات. وهنا انتقلنا للمنوار. أنا نزلت لكم فيديو سابق يعرفوني متابعيني شلون صبغته وهاي. فهنا أخذت هذا الحصو، ما لقيت يعني حصو هذا الأبيض الكبار، لقيت بس هذا الناعم. هاي كلها هاي اللي كنت شايلتها ب1000 دينار. وأخذت هاي تعليقات خارجية أو داخلية يعني بكيف اللي يستخدمها، بس أنا راح أخليها للمنوار. القطعة ب2000 دينار. شلون السبح شكلها. وهذا الثيل أكو نوعية بعد أحسن منه من ما لقيت، قلت خلي يعني أسوي هذا عد ما خلصانة من يعتق أجدده. هاي أخذتها القطعة ب2.5، يعني المتر مالته تعرفون أخذت مترين، هو عرضه متر، فما راح يكفي على عرض المنور، راح أوسطه للثيل الصناعي. صراحة بنات وبدون أي مجاملة، ما تتخيلون إيش قد أني فرحانة ودا أشتغل بالمنور، ودا أتخيل شلون يطلع شكله النهائي وأنشره لكم على حسب طلباتكم. صراحة كلش حبيت رأيكم واقتراحكم إنه أضيف ثيل صناعي. نهائيا ما كان ببالي هالشي، كان ببالي بس يعني أنوع بالسنادين أكاثرهن بس هالشكل بس. وأنا دا أشتغل فرحانة ومنتظرة النتيجة أخلص. فإن شاء الله هسه حتشوفون نهاية الفيديو. وعاشت إيدكم وكثروا لي هيش تعليقات حلوة إنه يعني أسوي أشياء جديدة وأنزلها لكم بالقناة. هنا راح أفرشه بعد ما طلعت السنادين وغسلته، وتعرفون تراب وهاسة، راح أبدي أفرشه وقلت لكم راح أوسطه. وهنا بعد ما وسطته، وهنا اضطريت يعني هاي أخليها هنا زاوية على مود يقعد بالركن. تعرفون بنات كل إنسان عنده هواية لشي معين، يعني هوايتي عناية بالبشرة، وصفات منزلية، خياطة، تنسيقات ملابس، أنشر لكم مرات روتينات بالبيت. فأنا بعيدة عن أجواء يعني الحديقة، وهاي ما عندي يعني هواية إلهن. صح أحب أزرع بس ما عندي يعني هالشغف اتجاههن، فهمتوني أكيد بنات.
وهنا خليت السنادين، والسنادين حتى شكلهن تغير، يعني قسم عندي مو سندانة، حتى دبات قاصتهن بس شكلهن تغير. بقى عندي آخر شي راح أعلق ذني التعاليق هاي هنا الحائط، يعني الواجهة مالت المنور. هسه إن شاء الله هنا شوفوا. طبعا هو الإسمنت يكون صعب يعني واحد يدق بيه يعني بسمار، يعني دائما الإسمنت بدريل أو برغي، بس هذا البسمار صغيروني فراح يتعلق يعني على السريع. هالتعليقات أنا حبيتهن صراحة، شفتن هنا مكانهن مناسب، يعني ما خليتهن بالزوايا، خليتهن بالوسط. راح أفتح لكم صوت الماي بنات حتى أدخلكم بالأجواء صوت وصورة. تدرون بنات، الغاية من أنزل بقناتي على حسب طلبات المتابعين هو أوثق تعليقاتهم الحلوة والإيجابية صوت وصورة، حتى دائما يسعون يكتبون أشياء إيجابية وحلوة تفرحهم وتفرح المقابل سواء إلي أو الغيري. وثاني شغلة يكون رابط تواصل بيني وبين متابعيني، وأكيد كل ما أشوف منوري بهالجمال راح أتذكر تعليقاتكم الحلوة، وانتو همين من تفوتون قناتي راح تتذكرون تعليقاتكم. وإن شاء الله أنزل لكم فيديوهات أخرى على حسب طلباتكم، طلبتوا مني فيديو تعريفي وجولة ببيتي وأشياء أخرى. أشوفكم على خير إن شاء الله، انتظروني.